ايه راي حضرتك ان في طبعا دلوقتي حوامل كتير وبالذات اللي هم عمرهم صغير بيطلبوا الولاده قيصري وفي ميعاد معين، وحتى مش عايزين اي محاوله ان هي تولد طبيعي، وحضرتك بتطمنينا طبعا بحكايه ان الولاده طبيعي من غير الم دي حاجه حلوه طبعا. بصي هقول لك على حاجه، ولا انا بولد طبيعي وبولد قيصريه طبعا. الولاده الطبيعيه الست بعدها بساعتين ممكن تروح بيتها. لكن القيصريه لا، هي بتاخد شويه قبل ما تقدر تتحرك، وفي جرح في بطنها وشغلانه يعني، والامعاء اتحركت ما اتحركتش الكلام ده كله. فانا من الناس اللي بشجع جدا الولاده الطبيعيه. وللاسف احنا في مصر بقى لنا اعلى نسبه قيصريه في العالم، 80% في الخاص و60% في العام، فطبعا ده ارقام فظيعه. احنا بره بنقول 25% نسبه القيصريه. في ناس تقول لك طب القيصريه عمليه تافهه وبسيطه. يا جماعه مفيش حاجه في الدنيا من غير مضاعفات. صح. لا يمكن هتقول لي ان الطبيعي زي القيصريه، واخده بالك؟ فاحنا بالعكس لازم نشجع الستات انها تولد طبيعي، لان القيصريه ديفنتلي فيها اكيد هيبقى فيها مشاكل اكتر من الطبيعي.